السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان كل حبايبي اللي سألوني ازاي اعمل خميرة اللبن وهل ينفع ان انا اعملها باللبن مبستر ولا لا. خميرة اللبن ينفع تعمليها باللبن المبستر عادي جدا. هنبدأ نعملها معاكم هنا في بيت القرية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب برطمان. البرطمان ده هحط فيه معلقتين من الحمص المطحون، ويكونوا مطحونين طحن ناعم جدا جدا جدا. وهحط عليهم كمان شوية معلقتين من السكر، ويكون اللبن بتاعي بيغلي على النار. خميرة اللبن من الخماير الجميلة جدا اللي لما بتعمليها وبتدفيها كويس الخميرة بتجيب معاكي نتيجة. وهي بتتعامل بثلاث مكونات، اللي هي الحمص اللي بنجيبه من عند بتاع التسالي، والسكر واللبن. واللبن يكون مغلي كويس جدا، يعني مش تكوني غلياه وسايباه من شوية. وهل ينفع ان انا اعمله خميرة اللبن دي ينفع ان انا اعملها باللبن الطبيعي او اللبن المبستر؟ ينفع تعمليها باللبن الطبيعي او باللبن المبستر عادي خالص. هو بس كل الحكايه ان اللبن المبستر بيطلع خفيف شويه، وما بيطلعش فيه الكميه اللي بتفصل الشرش بتاع اللبن. لما بيتفصل ما بيبقاش الكميه كبيره، يعني بيبقى اللبن ايه، متاخد خيره شويه. ده كده اللبن انا بعد ما غليته، اللبن ده لبن مبستر يا بنات. بعد ما غليته كبيته كده على الحمص وعلى السكر وهم مطحونين. تقدر تعمليه كمان بالفول المدشوش، تقدر تعمليها بالفول السوداني المدشوش، تقدر تعمليها بالقمح المدشوش، تقدر تعمليها كمان بالدقيق اللي بيطلع من تحليل الفريك. احنا عندنا في الصعيد هنا لما بندش الفريك بالمدشة بيطلع فيه دقيق او سكر بيطلع من حبات الفريك. فانت تقدري تحطي له الدقيق بتاع الفريك ده تعمليها بيه. بصوا، كل الطرق تؤدي الى روما. اي حاجه ربنا رزقك بيها من الحاجات دياتي تقدري ان انت تعمليها بيها. بعد ما بنقفل البرطمان كويس، بعد ما حطيت اللبن بغطيه كويس خالص في مكان بعيد عن ايدي، وبخليها تختمر في مكان دافي. سواء كنت بتخمريها في الصيف او بتخمريها في الشتاء، لازم تكون في مكان دافي لمدة 24 ساعة. خميرة اللبن بتطلع في 24 ساعة. لو عدت 24 ساعة وما عملتش معاكي كده وفصل اللبن عن المية او الشرش بتاع اللبن، يبقى الخميرة عندك مش ناجحة. لازم يفصل ويبقى فيه فقاعات زي كده نتيجة عملية التخمر. هنيجي بعد كده هنعمل نظام ان احنا نحرحر الخميرة او ننشطها اقوى من كده. فهنحط معلقتين من الدقيق وهنقلب كويس الخميرة كويس جدا جدا جدا، بحيث ان تديكي قوام زي قوام عجينة الزلابية. تمام. الخميرة دي بنستعملها فين؟ بنستعملها في عميل الهايش، بنستعملها في عميل الجرس، بنستعملها في عميل الكحك، الدبلة اللي هو الجرس اللي بنعملها يعني بصوا، زمان كانوا بيعملوا الهايش في اللي كان بيعملوا صوابع. تمام. وفي جداتي ستاتي يعني كانوا بيبرموه دبل، كحكة دبلة، كحكة اللي هي الدبلة دي، اللي هي نظام الكحك العادي اللي هو المفرغ من النص كده. تمام. فانتي الخميرة اللبن مفيدة جدا 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 في بيتك، وبتستعمليها كويس خالص. جميلة، بتغنيكي عن استعمال الخماير الصناعية. سيبكم من الحاجات الصناعية والمنتجات الصناعية اللي موجودة دلوقتي، وحاولوا بقدر الامكان انكم تستعملوا منتجات كلها طبيعية، ونرجع شوية للطبيعة. كفاية علينا الحاجات اللي احنا بنستعملها اللي هي المواد المصنعة اللي داخلة في بواقي اكلنا. فاحنا بقدر الامكان الحاجات اللي بنعملها في البيت بنحاول ان احنا نعملها طبيعي جدا. ده منظر الجرس اللي انا خبزتها بيه، وده شكل الفايش. حبيت اقول لكم ان هي ما احتاجتش ولا خميرة بيرة، ولا احتاجت كمان في ناس بتحط للفايش نوع اللي هو البيكنج باودر علشان تحسن من نوعية الفايش بتاعها. انا برضو ما احتاجتش ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة. وحابة اقول لكم برضو ان احنا عندنا في مصر وعندنا في الصعيد البيت اللي بيعمل خميرة لبن بيوزع منها على كل الجيران. مفيش حاجة اسمها ان انا عاملة خميرة اللبن عندي انا بس. بعد ما حرحرتها كده حطيت عليها شوية دقيق عشان ما تمسكش في الغطا، وهشيلها للتخمير لمدة ساعة تاني، بحيث ان هي تنشط اكتر وتتفاعل اكتر. فانا هلفها كده وهشيلها في مكان دافي برضو علشان تكمل عملية التخمر بتاعتها. وده شكلها بعد ما اختمرت، ده شكل
الخميرة بتاعتنا. بصوا شكلها جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله. يعني بمجرد ما فتحت عليها الغطا جت ضربت لفوق وايه. بصوا بسم الله ما شاء الله يعني عملت عملية فوران زي ما انتوا شايفين كده. يعني لحقتها بالطبق على طول، ان كان لا قدر الله كان هيجي يتكب في الارض. بصوا جميلة جدا، تخبزي منها الهايش وانت مطمنة.